السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واحدة حبيبتي في الكومنتات قالت لي انا عايشة في مكان ما فيهوش مطاعم وما فيهوش طعمية ونفسي اكل طعمية. تعالوا النهاردة نعمل عجينة طعمية في البيت. سهلة جدا، سريعة جدا، موفرة ومش مكلفة خالص، وهتطلع معاكي طعمها احلى بكتير من بره لانك هتتحكمي في الكميات زي ما انت عايزة. بتحبي توم اكتر، توم اقل، بصل اكتر، بصل اقل، عايزة تزودي كمون تزودي، كزبرة، براحتك خالص. وهتطلع معاكي تحفة واحلى من اللي بره كمان. هنسمي الله ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض، ومتأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. عشان نعمل بقى احلى عجينة طعمية محتاجين نص كيلو من الفول المدشوش. هو بيتباع بنفس الشكل ده عند العطار. النص كيلو ب20 جنيه. جبت نص كيلو من الفول المدشوش، غسلته كويس جدا وبنبيته ليلة كاملة في المية من بالليل للصبح وهو محطوط في المية. ما بنسلقهوش، الفول بتاع الطعمية ما بيتسلقش، لو سلقتيه طعمه هيروح خالص، مش هيبقى فيها اي طعم للفول. هنقعه بس كده في المية، وتاني يوم هتلاقيه طري كده وبيتكسر بايدك بكل سهولة. بعد كده معايا بصلتين خضر. مش متوفر عندك بصل اخضر، استخدمي بصله عاديه خالص من بتاع الاكل. ومعايا كمان عروق بصلتين تانيين، يعني معايا بصلتين بالعروق بتاعتهم مغسولين كويس جدا وعروق بصلتين تانيين. معايا حوالي فصين توم مفرومين او صحاح اللي متوفر عندك. معايا كمان بقدونس وكزبره، بس مش بناخد العروق بتاعتهم اللي هي الطويله دي، لا، يعني بناخد ايه لحد الورق بس كده، وطبعا بنغسلهم كويس جدا. معايا بقى كمون وكزبره مطحونين، وهي دي كل المكونات. اول حاجه بقى هنعملها، هنجيب الكبه او الخلاط العادي خالص لو مش متوفر عندك كبه. هنحط الفول ونطحنه طحنه خشنه، مش هنطحنه طحنه ناعمه لان لسه هنطحنه مره تانية مع الخضره. فلازم الاول نطحنه طحنه خشنه، ما ينفعش نحط الفول والخضره زي المطاعم كده في الخلاط ونطحنهم مع بعض. الخضره ما بتطحنش بسرعه زي الفول. ده شكل الفول بعد ما طحنته، زي ما انتم شايفين كده، خشن مش ناعم. هو ده الشكل اللي انا عايزاه لاني لسه هيطحن مره كمان. عايزه اقول لكم ان الفول بتاعي كان مبلول والخضره كمان مبلوله، فمش هنحتاج نحط ميه في الوصفه بتاعتنا. لكن لو الحاجات بتاعتك ناشفه قوي، لو انت مصفيه الفول والخضره ومنشفاهم، هتحتاجي كده معلقتين او 3 ميه عليهم. لكن انا عشان الحاجه بتاعتي مبلوله فمش هحتاج ميه في الوصفه دي. هننزل بقى الفول من الكبه ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد كده هنجيب الكبة مكان الفول، مش هنغسلها ولا هننضفها، لسه هنكمل شغل فيها زي ما هي كده. هنحط فيها الخضار بتاعنا اللي هو البصل، بس هنقطعه كده حتت صغيرة، ونحط معاه البقدونس والكزبرة الخضراء، ونحط كمان الثوم المفروم. وهناخد بقى الخضار ده برضه نفرمه فرمة خشنة زيه زي الفول بالظبط، مش هننعمه. زي ما انتم شايفين كده الخضرة كمان خشنة، فيها قطعة لسه كبيرة ما اتفرمتش كويس. بس احنا لازم نمشي واحدة واحدة، ما ينفعش من الأول نحط الخضرة مع الفول في الكبة أو نطحنهم مع بعض من أول مرة، لأن عمرهم ما هيطحنوا زي بعض. هتلاقي حاجة خشنة وحاجة ناعمة، مش هيدوكي الشكل ولا القوام اللي انت عايزاه. وبعد كده حطيت بقى الكمون والكزبرة بتوعي، وكمان نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو اللي هي بنعمل بيها العرقسوس. بتخلي لنا الطعمية هشة وخفيفة، ما بتشربش زيت، بتحافظ على اللون الأخضر الجميل اللي احنا بنحبه، وما تغمقش منك أبدا. بس ما تزوديش عشان ما تغيرش طعمها، نص معلقة كفاية. وبس كده هناخد بقى الكلام ده بعد ما قلبناه نرجعه تاني في الكبة اللي تعبت معانا دي، ونفرمه بقى فرم ناعم المرة دي. وهتبقى دي آخر خطوة معانا في خطوات تحضير عجينة الطعمية. سهلة بسيطة مش مكلفة، ان شاء الله هتعجبك جدا. ولو لاحظتي ان احنا محطيناش ملح، هقولك ليه دلوقتي محطيناش ملح. هنفرمها ناعم جدا زي ما انت شايفة كده، زي عجينة الطعمية اللي بنشتريها من بره بالظبط، من غير سوائل. عملنا احلى عجينة طعمية، ريحتها قوية جدا، اللون زي ما انتم شايفين تحفة، ناعمة وحلوة مش خشنة خالص. بجد ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. ما بنحطش بقى ملح في عجينة الطعمية عشان ما تغمقش ولا تنزل مية لما نخرجها من الفريزر. الملح بيتحط قبل القلي على طول، تاخدي حبة اللي انت هتقليهم تظبطي الملح وتقلي على طول. لكن قبل كده ما ينفعش تحطي ملح خالص في العجينة عشان ما تبوظش منك وتفضل معاكي أطول وقت ممكن. زي ما انتم شايفين أنا حطيت العجينة في أكياس تلاجة، هدخلها الفريزر، ووقت ما احتاج بقى هطلع الكيس يفك، هحط عليه البيضة وشوية الملح وهقلبها. وتعالوا بقى نقليها مع بعض ونشوف شكلها بعد القلي. خطيرة يا جماعة، جربوها إن شاء الله هتعجبكم جدا. معايا بقى الطاسة على البوتاجاز فيها الزيت، بس مش عايزين الزيت سخن قوي ولا درجة الحرارة عالية قوي، خليها متوسطة عشان الطعمية تستوي من بره ومن جوه ما تبقاش عجينة. هنجيب بقى العجينة بتاعتنا، هناخد كده بالمعلقة نرش عليها سمسم أو كزبرة ناشفة، وانزلي بقى في الطاسة وابتدي قلبيها
هتشمي ريحتها قوية جدا، وهتاكلي احلى طعمية ممكن تاكليها في حياتك. اي حاجة بتعمليها في البيت بتبقى تحفة. وادي الشكل النهائي بتاع العجينة بتاعتي. بصوا بقت طعمية جميلة ازاي، ما اتفتفتش في الزيت، ما غمقتش، متماسكة، طعمها جميل، ريحتها حلوة جدا. بإذن الله بإذن الله ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم وتعملوا احسن منها كمان. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وده شكلها بقى من جوه. من بره واخده لون ذهبي وجميل ومقرمشه، ومن جوه مستويه مش معجنه، ما تفككتش في الزيت من بعضها، طعمها حلو وريحتها حلوه، انضف واوفر بكتير من بره. بجد بجد اي حاجه بتعمليها في البيت بتبقى حلوه، وليها حتى عند الولاد طعم تاني خالص. يعني الولاد بيفرحوا بالحاجه اللي انت بتعملها لهم بايديكي اكتر بكتير من اللي بنشتريها من بره. وفي نفس الوقت انضف طبعا، والزيت انضف. يعني بصوا جربوها باذن الله هتعجبكم جدا، وهتطلع معاكم مظبوطه من اول مره. اسيبكم بقى في حفظ الله، ما تنسونيش في اللايك والشير.